حبايب قلبي، كتر المسامحة بتعلم اللي قدامك البجاحة. كنت زمان بشوف ان الدنيا مش مستاهلة وباجي على نفسي لمجرد اني مش عايز اخسر اللي قدامي، مع ان الغلط راكبه من ساسه لراسه. وبسامح وبحط الف عذر، لكن الحقيقة ان في طبع البشر لما تسامح وتتساهل وتعدي هتلاقي اللي قدامك شاف نفسه عليك، هيشوف ان ده ضعف منك. وللأسف طالما اللي قدامك ضمن رضاك وضمن وجودك في أي وقت وشافك شخص لين وسهل وبتتسامح، هيجي عليك مرة واتنين وألف. في الزمن ده الناس بتحب الشخص البجح اللي بينشف ريقهم. علشان كده خلي أفعالك زي الميزان، على قد ما تشوف منهم على قد ما هتدي. أما موضوع إنك تتنازل وتعدي عشان المركب تمشي، أحب أقولك إنك هتخسر نفسك وهتعيش زي الميت من غير كرامة. قدر نفسك تعيش غالي، ولما تلاقي الأمر اتعلق بكرامتك افتكر إنك طول ما انت سايب الباب مفتوح ليهم يلاقوك في أي وقت. عمرهم ما هيحسوا إنك غالي. لما تلاقي الموضوع متعلق بكرامتك اقفل الباب وعلمهم يحترموا وجودك، لأن من الآخر محدش يستاهل إنك تخسر نفسه علشانه. ولايك وشير لو بتحب الخير.